مفيش حد اتحرك زي بروس لي، ومفيش حد هيقدر يتحرك زيه تاني. راجل واحد، أسطورة واحدة، و10 لحظات خلدت اسمه في التاريخ. يلا نبدأ العد التنازلي. بروس لي ما كانش مجرد مقاتل، ده كان ثورة ماشية على رجلين، نجم عالمي كسر القواعد، هز السينما وعلم العالم إن القتال ممكن يكون فن وفلسفة في نفس الوقت. في الفيديو ده هنعد أفضل 10 لحظات خالدة في حياة بروس لي، من مشاهد أفلام كسرت الدنيا لبطولات حقيقية حصلت على أرض الواقع، لحد لحظات خلت اسمه محفور في قلب كل محب للفن القتالي. وصدقني، رقم 1 هيفجرك. اقتحام الكهف Enter the Dragon. الإضاءة خافتة، الجو مشحون، وبروس لي بيتسلل بهدوء داخل مقر هان السري، وسط الحراس والظلام والمخاطر من كل زاوية. بروس بيتحرك بصمت كأنه شبح من عضلات، واحد ورا التاني بيقع. ده باتمان؟ لا، ده بروس لي. المشهد ده مش مجرد أكشن، ده توتر، تشويق، وستايل قتالي هادي لكنه قاتل. فيست اوف فيوري. الرجال الصينيون مش مرضى آسيا. الجملة دي كانت أقوى من أي ضربة في المشهد ده. بروس بيقتحم دوجو ياباني وبيقولها كده صريحة: مين فيكم عايز يدوق الطعم؟ النتيجة دوشة، كسر، طيران. هو ضد مدرسة كاملة، والنتيجة محسومة. المشهد ده ما كانش بس قتال، كان رسالة. بروس بيكسر القوالب وبيصرخ بصوته قدام هوليوود كلها: أنا هنا. لكمة الأنش الواحد، عرض حقيقي، مفيش كاميرات سينما، مفيش خدع، بس في بروس لي. وراجل طار للخلف من لكمة جت من بوصة واحدة بس. الحدث ده حصل في بطولة الكاراتيه في لونج بيتش قدام جمهور حي. بوم! قوانين الفيزياء قالت مع السلامة. الراجل حرفياً اتزق كأنه اتضرب بخرزانة هوا. اللكمة دي اتدرست واتحللت واتقلدت سنين، لكنها دايماً كانت دليل إن بروس مش بس قوي، ده آلة بشرية. فلسفة كن ماءً، مقابلة حقيقية. بروس لي مش مجرد عضلات، ده دماغ. في مقابلة تلفزيونية شهيرة قال جملته الخالدة: كن مثل الماء، لا شكل له، يتدفق، يتحطم. كن ماء يا صديقي. الجمهور سكت والمذيع ما صدقش. بروس كان بيقول حكم كونغ فو على الهوا، والعالم كله سمع. ده مش بس كلام مقاتل، ده فلسفة حياة. والمقابلة دي خلتنا نشوف الجانب الأعمق في شخصية بروس لي. Oh, I remember that. I said, this is what it is, okay? You're talking to Longstreet, played by James Francesca. I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Like that, you see? Yeah, I see, I get مصنع الثلج The Big Boss 1971. أول بطولة حقيقية لبروس، وكانت انفجار. بيشتغل في مصنع ثلج، يكتشف إنه وكر مخدرات، وخلاص الشرارة ولعت. الدنيا كانت ساقعة، بس بروس كان مولع. كل لكمة كانت عنف، كل ركلة كانت ألم. وده كان لحظة إعلان رسمي: يا عالم،
بروس لي وصل. غرفة المرايا Enter the Dragon 1973. مشهد النهاية في الفيلم ده واحد من أعظم المواجهات في تاريخ السينما. بروس بيدخل غرفة كلها مرايات، بيدور على هان وسط الانعكاسات والشك والضياع. ده مش بس قتال، دي حرب نفسية. وفي لحظة غضب بروس بيكسر كل المرايات، ودي مش لقطة حلوة وبس، دي رمزية، كسر الوهم وكشف الحقيقة. بروس ضد تشاك نوريس The Way of the Dragon 1972. أهلاً بيك في روما، في الكولوسيوم، أسطورتين في معركة مفيش زيها. دي مش معركة، دي ملحمة. بروس برشاقته ضد تشاك بقوته، كل حركة محسوبة، كل ضربة لها معنى. وأكتر حاجة خرافية، بروس وهو بيبتسم وهو بيقاتل، ولما ينتصر ويحترم خصمه في الآخر، دي مش رجولة بس، دي فن قتالي حقيقي. استعراض الننشاكو Fist of Fury 1972. قبل المشهد ده العالم ما كانش يعرف يعني إيه نونشاكو، بعده الكل عايز واحد حتى لو هيدرب نفسه بيه. النونشاكو كانت بتطير في إيد بروس كأنها موسيقى، تدوير، صد، ضرب، ورتم كأنه حفلة جاز من حديد. المشهد ده لوحده علم جيل كامل يعني إيه إتقان السلاح. تدريب الأسطورة، قصص واقعية بعيد عن الكاميرات. بروس لي كان وحش تمرين، ضغط بصباعين سهل، نونشاكو عليها أوزان عادي، الآلاف من اللكمات يومياً طبيعي. الراجل كان بيعيش في مونتاج أنمي حقيقي. سرعته كانت جنونية لدرجة إن الكاميرات كانت بتبطئ علشان تلحقه. ناس زي محمد علي وكريم عبد الجبار كانوا بيتعلموا منه. ببساطة، بروس لي ماكينة بشرية. القتال النهائي Enter the Dragon 1973. وأخيراً اللحظة رقم 1، المعركة الكبرى بين بروس وهان، الغضب، العدل، الانتقام. ده مش قتال، دي نهاية أسطورة. بروس بينزف، بيتحدى، وبيضرب بكل عزم. اللقطات، الموسيقى، الدراما، كلها مجتمعة في مشهد بيقول أنا مش نجم، أنا ظاهرة. المشهد ده ختم المسيرة، ختم الفيلم، وختم مكانته في التاريخ. بروس لي ما كانش بس نجم سينما، ده كان تغيير، خلى شكل البطل يتغير، دخل بالفلسفة جوه الأكشن، ضرب العنصرية في قلبها حرفياً ومجازاً. هو ما كانش التنين، هو كان النار اللي طلعت منه. إيه هي لحظتك المفضلة مع بروس لي؟ مشهد، مقولة، ضربة؟ شاركنا تحت في الكومنتات. ولو الفيديو ده عجبك دوس لايك واشترك في القناة وفعل الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا الجاية. لحد الفيديو الجاي، كن كالماء يا صديقي. Be water, my friend.